بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا وبرحب بكم معايا النهاردة في الحلقة الثالثة من حلقات أبطال العالم في الكهف. والنهاردة معايا في الحلقة أنا سلطت الضوء في الحلقة الأولى والثانية على أبطال العالم فردي رجال. النهاردة بسلط الضوء على أبطال العالم سيدات، فردي سيدات، اللي هم ساندرا سانشيز واللاعبة الثانية اللي هي كيو شيميزو. حلقة النهاردة هتكون هنسلط الضوء فيها عن ساندرا سانشيز، اللاعبة الأسبانية، اللاعبة اللي هي صاحبة مشوار طويل من الكفاح ومن التدريب ومن النجاحات اللي حققتها في البطولات. ويعني بالفعل هي لاعبة تستحق ان هي تكون بطلة العالم الحالي بعد مشوار عناء وتعب ومنافسة شديدة جدا بينها وبين ابطال اليابان، وخصوصا اللاعبة كيو شيميزو اللي هي كانت بتتفوق على ساندرا في البطولات السابقة، لغاية ما وصلت لمرحلة ان ساندرا شدت حيلها شوية. وفي بطولة العالم الأخيرة اللي هي في أولمبياد طوكيو فازت اللاعبة ساندرا بالميدالية الذهبية بالمركز الأول، وكانت طبعا إنجاز ضخم جدا إن هي تفوقت على بطلة العالم اليابانية. ومعانا الحلقة النهاردة الفيديوهات ونشوف مدى الأداء الجميل اللي بتأديه اللاعبة ساندرا، ولاعبة موهوبة ولاعبة جميلة ولاعبة بتنال إعجاب الجميع، ومع تمنيات الطيبة وإن الحلقة تنال إعجابكم إن شاء الله. Really consider the everyday thing.
أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في الحلقة الرابعة من حلقات أبطال العالم في الكاتو. الحلقة السابقة اللي هي الثالثة كانت بنسلط الضوء فيها على فردي سيدات، واتكلمنا فيها أو قدمنا فيها اللاعبة ساندرا سانشيز اللاعبة الأسبانية. النهاردة في الحلقة الرابعة بتكلم عن اللاعبة كيو شيميزو اللي هي بطلة العالم السابقة عدة سنوات، واللاعبة المميزة، اللاعبة اللي أدائها جميل جدا ونالت إعجاب العالم كله عدة سنوات. طبعا النتيجة الأخيرة كانت في أولمبياد طوكيو إن اللاعبة دي خسرت من لاعبة أسبانيا وخدت المركز الثاني، رغم إن هي كانت بطلة العالم لأكثر من موسم متتالي يعني. فكانت اللاعبة الأسبانية عملت إنجاز إنها تفوقت عليها، رغم إن هي ما زالت لاعبة اليابان لاعبة مميزة ولاعبة بطلة، بس هو ده الكاراتيه. وأنا بعتبر كرأي شخصي إن هم حاولوا الحكام أو اللجنة المنظمة إن هي تعمل مناصفة عادلة بين اليابان وبين أسبانيا وبين الرجال والسيدات، فأعطت ميدالية ذهبية لفرد الرجال وميدالية ذهبية لفرد السيدات، مناصفة بين اليابان وأسبانيا. والنهارده معانا في الحلقة بنسلط الضوء على اللاعبة كيو شيميزو وعلى بعض البطولات بتاعتها والكادات اللي بتأديها، وهي لاعبة مميزة جدا، وأرجو إن الحلقة دي تنال إعجابكم. She will want to stamp her mark in her home city in preparation for the Olympic Games next year. Her standing in the Olympic rank is number 2. She's also chosen the kata Chatanyara Kushenku, so there's an opportunity to make a direct comparison between the performance of Sanchez and that of Kyo Shimizu. You obviously, Nan, you know both of these players really well. Yeah. Another absolutely fantastic opening to the kata. Very nice. So now for just how to compare. Just the same kata, the two people, the two players. So. Lightning speed of these techniques. Another brilliant jump, So awesome. executed to perfection. Excellent. Good Kime. Fabulous. Ready for the jumping front kick. That's my response, says Yoshimizu. This is what made me a double world champion. As she will make her bow
Now this is going to be such a difficult call for the judges.